الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون الإيجار القديم وحكم المحكمة الدستورية ومجلس النواب بدأ هيشتغل أهو في أقرب وقت وشكل اللجان، وهيطلع القانون هيطلع قبل شهر 7 2025. ووجهنا استغاثات على الشقق المغلقة وقلنا لازم عقوبة لمن يكون يثبت عنده شقة وكان واخد شقة سكن اجتماعي وعنده شقة وقاعد في الشقة الإيجار القديم دوت وهو أحد الورثة مش مستأجر أصلي ومأجر بخمس 6000 جنيه. الشقق هتغلى لو عملنا سعر السوق، الشقق هتغلى، الشقق هتفضل وقطعي، مفيش تدريجي، مفيش نسبي. النسبي والتدريجي غير القادرين بقى، الدولة تعرف تفرزهم كده وهم ناس قليلة جدا. يعني الناس إيه، العدد بتاعها قليل جدا، وأنا معاهم إن هم دول يقعدوا ويبقى في حاجة استثنائية ليهم والدولة تساعدهم وصندوق ليهم، مفيش أي مشكلة. إنما نيجي بقى للمستأجرين، الملاك طلبات ليهم طلبات كتيرة جدا عشان هم اتعانوا واتظلموا كتير جدا. يا جدعان، ازاي شقة وازاي حاجة ب 3 4 جنيه واللي جنبه ب 10 و5 و11 30 وشقق في حتت مستوى راقي. مش هقول بقى الزمالك عشان الناس بتزعل مني، بتوع الزمالك زعلانين. في مدينة نصر في التجمع واخدين فيلل وواخدين شقق وعندهم أماكن قافلينها. طيب، في ناس قاعدة بجنيه و2 جنيه و3 جنيه و4 جنيه والعقار متهالك ومش عايزين ايه ده، بيحمد رب انت ما بتدفعش حاجه، طب وضب. فالملاك بيلزموا طالبين الزام المستاجرين باصلاح ما افسدوهم من العقارات. عقار عايز تنكيس يبقى على حساب ما كانش بيدفع ايجار. العقارات بقت في حاله يرثى لها، ليه؟ ايجار قديم، الراجل المالك مش هيعمل حاجه، بس لو العماره دي وقعت هيجيبوا المالك، هيجيبوا الورثه اللي هم هو ما هوش مالك، هو وريث او كان مالك عايش ربنا يديله طول العمر، هيتحبس. فنوضع الحلول من دلوقتي. يبقى الملاك بيلزموا المستاجرين باصلاح ما افسدوه. آه، ده طلب الملاك، وبيطلبوا بتعويضات. وقلنا التعويضات ايه اللي هم عايزينها؟ تعويضات من الحكومه، يصرفوا تعويضات ليهم بسبب القانون الظالم الفاسد، وتعويضات من السكان ان هم اضروا بالاملاك بتاعتهم بمده طويله، وان العقارات قد تهالكت، وان بسبب الاستخدام المستمر لعقود طويله من قبل المستاجرين. هم طلبوا تعويضات وعايزين بص، الملاك ليهم حق من اللي هم عانوه يطلبوا باي حاجه، بس حاجه ما تكونش مخالفه للقانون. الطلب بتاعهم دوت اللي هو الزام المستاجرين في العقارات القديمه المتهالكه اللي هي عايزه توضيب او كده، المستاجرين مش هتديهم ايجار وهزود لهم ايجار وهتعمل، هم اللي يلتزموا بصيانه هذا العقار وتسليمه واعطاء موافقه من الملك انه تم اصلاح هذا ما افسدوه، واصلاح الحاجه اللي مطلوبه في العقار، اذا كان صرف صحي، ميه، حيطان، مباني. هم اللي يقوموا باصلاحها على حسابهم الخاص، ما يكلفوش الملك بحاجه. يبقى الملاك من حقهم ان هم يطلبوا المستاجرين وبيطلبوا من الدوله الزام. هم ما بيطلبوش، احنا في دوله، بيطلبوا من الحكومه والدوله والبرلمان اصدار تشريع بايه؟ بالزامهم بتصليح ما افسدوه من عقارات نتيجه استمرارهم المده الطويله دي كلها في الاقامه في هذه العقارات بدون اي صيانه وبمبالغ زهيده جدا جدا جدا. يبقى يا ريت ده يتنزل في مجلس النواب. الملاك ليهم بقول يا ملاك قولوا طلباتكم، معترضين. انا بتكلم على القيمه الايجاريه اللي هتتحدد في عدم دستوريه. لو تدريجيه او نسبيه او مش عارف كل الكلام ده، يعني هيبقى فيه، يعني الناس مش هترضى عنه. فانتوا صمموا ان احنا عايزين اجره قطعيه بسعر اليوم، على اساس ان في ناس كتيره جدا هتمشي تقول لا ده الايجار كتير انا عندي يا عم، وهتمشي والاماكن هتخلى. طالبوا بالطلب دوت
من حقكم تطلبوه واتكلموا عنه كتير، اشرحوا معناكم ان احنا بنقول احنا لسه في اول الطريق. قولوا معناكم، بس هنتكلم بأدب، يعني انا عارف انتم مؤدبين، هنتكلم بقانوني انا عارف ان في ناس مثقفين احسن مني، انا في ناس بتعلقات بتجيلي انا مش عارف الناس دي ناس متعلمه وناس مثقفه جدا 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 جدا، ناس ولاد ناس الملاك دولت، والمستاجرين برضو في ناس ولاد ناس كويسين جدا، بس اللي بيصرف سحته وبياخد حاجه مش حقه ده ما بقاش كويس. النبته اللي انت بتنبتها حرام هتطلع حرام. في مستاجر بينبت نبته صح، ربنا بيديله شجره صح، بيديله اولاد صح. ده الشرع والدين قال كده. الملاك بيطلبوا المستأجرين بإصلاح ما أفسدوه من العقارات على حسابهم الخاص، ويطلبون من الدولة والحكومة ومجلس النواب إلزامهم بذلك في تعديل القانون الجديد لإيجار الأماكن السكنية. شكرا.